السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جماعة، عاملين ايه؟ النهاردة هنعمل مع بعض الحواوشي. عندنا نص كيلو لحمة مفرومة، وعندنا 3 بصلات. البصل انا فرمته، بشرته بالمبشرة زي ما انتم شايفين، وبعد ما اتبشر بصفيه، بعصره كده، ما باخدش المية بتاعته، بعصره كده وبحطه على اللحمة بتاعتنا واقلبهم في بعض زي ما انتم شايفين علشان يتجانسوا مع بعض وتبقى زي العجينة بالظبط. هفضل اعمل فيها كده لحد ما البصل يختفي مع اللحمة. كان ممكن اعمله في الكبة، بس مع الحواوشي بالذات ما ينفعش يبقى في الكبة علشان بتبقى معجنة، هيبقى مكتوم معايا، فبعمله بايدي زي ما انتوا شايفين لحد ما نوصل للمرحلة اللي انتوا شايفينها دي. هنا بقى حطيت عليه التوابل، دي توابل حواوشي من عند العطار، وشوية ملح، وهقلبهم برضو بالطريقة اللي انتوا شايفينها دي. وهسيبه يرتاح برضو شوية. شايفين بقى عامل زي العجينة ازاي؟ هسيبه يرتاح شوية في التلاجة، وبعدين نرجع نشوف هنعمل ايه. هنا جبت العيش بتاع الحواوشي، ده عيش مخصوص للحواوشي يا جماعة، بيتجاب من الفرن، بيبقى ابيض زي ما انتوا شايفين كده، علشان لما يخش الفرن ويتحمر ما يتحرقش مننا، ويبقى لونه متحمر وشكله حلو. بفتحه بالمقص زي ما انتوا شايفين، او بايدينا او اي حاجة، نفتحه من الجنب كده نص فتحة علشان نعرف نحشي اللحمة المفرومة فيه. هنفتح كمية العيش كلها اللي عندنا بنفس الطريقة كده. تمام كده، خلصنا الكمية كلها. هنبدأ بقى ان احنا نحشي العيش بتاعنا بخلطة الحواوشي. زي ما انتوا شايفين كده، بناخد قطعة من اللحمة وبنفردها جوه رغيف العيش بالطريقة دي. بنملى بيها رغيف العيش. طبعا نحط الكمية اللي انتوا عايزينها، عايزينه اقل عايزينه ازيد، دي حاجة ترجع لكم. هنحشي بقى العيش بتاعنا كله بنفس الطريقة. ناخد قطعة من اللحمة ونفردها جوه رغيف العيش بتاعنا.
تمام كده خلصنا الكمية بتاعتنا كلها. هنبدأ بقى ان احنا ندهن الرغيف من فوق ومن تحت بالزيت زي ما انتوا شايفين كده، علشان ما يتحرقش مننا وياخد لون حلو. بندهنه بالزيت من فوق ومن تحت بنفس الطريقة. تمام كده خلصنا الكمية بتاعتنا كلها. هنبدأ بقى ان احنا نجيب الصينية بتاعتنا وهنرص فيها رغيفة الحواوشي اللي احنا حشيناها بنفس الطريقة، ونروح ندخله على الفرن. الفرن انا شغلته من تحت بس الاول، وبعد ما خد اللون وبدأ في السوا نقوم مشغلين الشواية عشان ياخد لون من فوق زي ما احنا شايفين كده. ما شاء الله خد لون حلو جدا. من فوق ومن تحت ومستوي وريحته روعة زي ما انتوا شايفين. ما شاء الله ريحته تحفة يا جماعة، وطعمه خطير سهل جدا. وما خدش معانا وقت زي ما انتوا شايفين كده. ما شاء الله شوفوا من جوه سخن وخطير. شكل وريحة وطعم فظيع يا جماعة، والله جربوه بالطريقة دي. طبعا اللحمة كان فيها نسبة من الدهون مخلية طعم العيش تحفة ومقرمش وجميل جدا زي ما انتوا شايفين. اقسم معاكم كمان واحد، ما كنتش عارفة امسكه من السخنية. بسم الله ما شاء الله جميل ومليان زي ما انتوا شايفين، وطعمه فظيع. جربوه هتحبوه جدا جدا، وبألف هنا وشفا.